بابا أنت ما زلت مؤمنة بخاوة خاوة بعد هذا كله؟ سؤال مهم جدا. بطبيعة الحال في هذا الوقت الحالي وما رأيته وبالنظام الحالي اللي هو يعني يغرس في الأجيال، سواء اللي هي الحالية ولا اللي آتية من بعد، هذه الكراهية بهذه الحدة لا أؤمن. ليس هناك خاوة. طيب. من الأحسن أن الإنسان ما يغامرش. طيب في السن هذه اتهموها بأنها مشرفة من ديك المساعدين ديالو داخل اللايف اللي كيتحكموا في اللايف، شكون غيطلعوه شكون غيهبطوا. المهم قالوا لها انت كتساعد اسعد الشرعي في اللايف، انت مساعده مشرفه معه، وهو عادو للجزائر وعامل للمخزن المغربي. هذا الشيء هذا اللي كاين فيه اسعد الشرعي، يعني في هذا الفيديو هذا كان لقاء ديالو مع هذه السيده هذه، مع فاطمه الزهراء. كاين فيه هذا الشيء هذا جملة وتفصيلا، كيقول بأنها طلعت مع 3 المرات وكانت انتقدته بشدة، وكنقول له انت خصك دير يعني ما تأجلش الفتنة، بالعكس خصك تحاول تقارب بين الشعوب، يعني شي 3 المرات. هذا الشيء اللي كاين، يعني طلعت معاه فقط واحدة من المتصلين، وليست ما عندها شي علاقة لا بإشراف ولا فهمتوا الإخوان. المهم تم السجن ديالها، حكموا عليها ب2 يعني من بعد ما كانت من دعاة المحبة والتقارب والتعايش وهاد خاوة وانقلبت 180 درجة وقالت بأن هي ما بقاتش مع هاد خاوة، يعني اقتنعت لأن ديك السجن، ديك 6 أشهر اللي دوزتها في السجن دوزتها المعاناة كثيرة، ونقصت كما كنقول هي شي 15 كيلو، وتعرضت لأزمة قلبية. مهم حسب الرأي ديالها الجزائر كل شيء كيكره المغرب. انا الرأي ديالي على هذا الشيء هذا اللي قلت لكم، الرأي ديالي الاخوان غنفصل لكم الامور مزيان باش اي واحد يشاهدني يستافد ويفهم شنو كاين. اليوم غنوضع لكم النقاط على الحروف باش ما باقيش شي واحد يكون عنده التباس او لا يقول لك انا ما فاهمش او لا يعني ما عرف والو. لا، اليوم غنفصلوا الامور مزيان. النظام الجزائري طبعا هذه هي الخدمه ديالو. النظام الجزائري مش شحال هادي وهو جامع الادوات ديالو، الاعلام، اي حاجه كتصوره جامعه وموظفه ضد المغرب وزرع الكره ضد المغرب في الشعب ديالو. هذا هو التعبئه، الهدف ديالو هو التعبئه ديال الشعب، يولي الشعب كيكره المغرب لحاجه في نفس يعقوب. هذه امور يعني في الصالح ديالهم، كيشوفوها هما في الصالح ديالهم يعبوا الشعب ديالهم بالعداء المغرب. الاعلام ديالهم دائما كتدخل كتجبر المروك، المؤامره، المروك، الاقجاع، هذا دائما هذا الشيء اللي كاين باش الشعب يولي يكره المغرب. وهذا الشيء هذا شفناه حتى في واحد الفيديو ديال واحد الاستاذه كتقري الاطفال يعني من هو العدو المغرب، يعني ديك الشيء انحطاط لاقصى درجه وفاضحه مدويه راه شاف العالم. كيزرعوا هذا الشيء هذا في الشعب ديالهم وخدامين عليه. اذا الاخوان، واش هذا الشيء هذا اثر وصنع الفرق في الجزائر؟ طبعا اثر، ولكن باش نقولوا بان الشعب كامل كيكره المغرب او يعني مضلل، لا، كاينه واحد النسبه، وكاينه واحد النسبه الكبيره ديال الشعب بالعكس، يعني ما مسوقينش اصلا. ما كاينين الجزائريين، الشعب الجزائري تقريبا ما مسوقش لهذا الشيء، وعارف بان الشعب المغربي راه لا يكره الجزائر. هذا الشيء هذا حقيقه، الناس في الجزائر كيعرفوها. ولكن باش يخرج صوت من الجزائر، يعني الشعب هذا يخرج من الجزائر ويعبر على الراي ديالو بان المغرب، هذا الشيء اللي كنقولوا لنا في الاعلام راه كتكذبوا علينا، راه كتستحمرونا، لا، ما يقدرش. يعني هذا غيتم المساءله ديالو، المحاسبه ديالو والسجن ديالو، يعني هذا لا جدال فيها ولا غبار عليها. والاخوان الجزائريين الشعب راه كيعرف هذا الشيء. اذا الشعب، وزائد واحد النقطه خارج الجزائر، انا كنعرف ناس، يعني شفت ناس كثارين في اوروبا، بالخصوص اوروبا قريبه علينا، جزائريين في اوروبا ومغاربه عايشين مع بعضياتهم، اخوان، شعب واحد. يعني المغاربه والجزائريين الدول اللي
الاجنبيه اللي الجاليات الاجنبيه، شحال من واحد كيعتقد بانهم راه دوله واحده، وطبعا راه هي بحال دوله واحده. الشعب المغربي واحد النسبه هائله في الجزائر خدامين في الجزائر ومناسبين مع الجزائر، مجوجين بالجزائريات. والجزائر عاود نفس الديكور عاوتاني في المغرب، كاين اللي خدام في المغرب، كاين اللي مناسب مع المغرب. يعني الشعب واحد شيء داخل في شيء. فهمتوا الاخوان؟ اذا هذا واقع يعني اللي كيحاول يغطي الشمس بالغربال او يضلل الناس راه يا كيضحك على راسه. هذا هو اللي كاين. اذا باش كما قلت لكم اليوم غنوضعوا نقاط الحروف باش تفهموا شنو كاين. شكون اللي كيكره المغرب؟ ماشي الشعب الجزائري، لا. شكون اللي كيكره المغرب؟ كما قلنا النظام الجزائري، ماشي الشعب الجزائري. النظام الجزائري باغي الشعب الجزائري واللي كيكره المغرب، وهذه تعبئه وعندهم مصلحه فيها. هذه نقطه مفروغ منها. ولكن الشعب لا يكره المغاربه. والمغرب، احنا في المغرب جلالة الملك دائما كيدعي النظام الجزائري، رغم النظام الجزائري بهذا العداء ديالو وهذا الشهاده ديالو، ولكن كيدعيه للأخوة، للصلح بين الدولتين، للمصير المشترك. ولكن النظام متعنت. هذا هو اللي كاين الإخوان، هذا هو اللي كاين. يعني النقاط على الحروف نيشان. واحد الخطاب تما من الأسس ديال التعبئة في الجزائر. النظام الجزائري من الأسس ديالو اللي كيعبأ بها الشعب: التومة فتحتوا البيبان ديالكم للصهاينة والصهاينة والصهاينة. هذا خطاب ينطلي على السذج من الناس، ينطلي على السذج من، ما بقاش كينطلي على المنادم اللي واعي وعايش في القرن 21 وعارف شنو كاين والعالم كامل امامه. ما بقاش شي حاجه غنستناك انت تجي تقول لي لا هذه مزيانه ولا لا. يعني ديك الشيء اللي تبقى تطبل انت وتزمر به راه ما عنده ما يغير فيه. علاش؟ لان انا كمغربي، كمواطن مغربي، ما نهضر انا على النظام الاسرائيلي، ما نهضر على حماس. انا كيهمني الشعوب، انا كيهمني ديك الشيخ اللي دوز حياته كامله هو في الكد وفي التماره وفي يعني في العيش في وسط ديك الجحيم. هذاك اللي كيهمني الشعب اللي مسكين، واحد عامل كيخدم بالنهار، واحد فلاح، واحد بناي، واحد هذوم اللي كيهموني. لا علاقه بالسياسه، ما عنده حتى حاجه، ما عنده لا علاقه. هو مظلوم اصلا، مع حماس مظلوم. هادوك اللي كتسميهم مقاومه هو هادوك ظالمينه معيشينه في الفقر والحقره والعنصريه. النظام ديالو معيشو. وتزيد انت يعني، وبغيتني انا نكون ضد انا اسرائيل. انا ماشي ضد اسرائيل وماشي ضد حماس، هادو ما تبرسوا. انا كيبقى فيا الشعب، انا مع الشعب. لا تجيش تقول لي لا الصهاينه خصك تكون مع المقاومه، والمقاومه كنشوفها اصلا هي مدمره البلاد ديالها. الا جينا نديرو حنا مقارنه بين اسرائيل وبين هذه الدول اللي بحال فلسطين الى وغير فلسطين، فوقاش دارت اسرائيل كذا 48. شوفوا اسرائيل فين وصلت على جميع النواحي، تكنولوجيا، التطورات من العالم. يعني كتصنف من الدول الاوائل في العالم في التطور. علاش ما بغيت؟ ها الجنب ديال فلسطين شنو داروا فلسطين؟ والو، زيرو. عايشين على، انا كنهضر على المقاومه اللي كتسميوها بالمقاومه، عايشين على المساعدات، عايشين على تجويع الشعب ديالهم، والمساعدات كتجي من العالم كامل وعايشين بها. فهمتوا الاخوان؟ اذا ما تدخليش تقول لي الصهاينه والصهاينه. انا ضد الحروب. انا ما باقيش باغي. انا كنحسب راسي واحد فلسطيني عايش داخل قطاع غزه. هذاك اللي داخل قطاع غزه، هذاك المواطن اللي داخل قطاع غزه، ديك كما قلنا ديك
العامل، ديك الفلاح، ديك اللي عايش، هذاك ما باغيش الحرب، هذاك ما باغيش الحرب. هذاك كتجي الحرب كتدمرو، كتشردو، وكتوقف الحرب عاود يعني كينوض من تحت الرماد، باغي غير يعيش. عاود كتجي حرب. شكون السبب ديالها؟ السبب ديالها هادوك اللي حاكمين فيه، ماشي هو. اذا هذاك ما باغيش الحرب، انا ما باغيش الحرب. هادوك اللي داخل اسرائيل، المواطنين، الاطفال الصغار، الشيوخ، النساء، اللي تهما اللي مواطنين اللي كتجي فيهم الضربه، تهما ما باغيش الحرب. انا مع هادو، ما أنا مع النظام الاسرائيلي، ما أنا مع النظام اللي ديال المقاومه. هادو بجوج حيدم عليا، ولكن انا مع السلم. الى طرحت القضيه ديال السلم، انا ضد الحروب. هذا هو اللي كاين. المصلحه ديال الشعوب وديال الدول في هذا الوقت هذا، ومستقبلا مع هذه الروينه اللي كاينه في العالم، المصلحه وهو السلم العالمي. اي حاجه كتهدد السلم العالمي راها دمار للبشريه. واش اصاحبي ما بغيتوش تفهموا؟ واش باقي انت يعني بهاد الغباء هذا يجي واحد يقول لك الصهاينه وتولي تكره انت واحد الشعب، تكره واحد الدوله باكملها؟ الناس راهم باغيين يبنيو، الناس باغيه تبني البلاد ديالها، ما باغاش يتحارب. اللي باغي يتحارب غيدمر ويرجع، غيدمر راسو، يدمر الشعب ديالو. هذا هو الواقع، وهذه هي النهايه الحتميه. الا ما خدمش بنادم الطنطون ديالو. هادشي اللي كاين الاخوان. يعجبكم الفيديو ديروا جيم للفيديو، بارطاجيو الفيديو. الا كنتي كتشاهدني لاول مره، دير متابعه الصفحه باش يوصلك الجديد. تبارك الله عليك.